في كل فترة توقف دولي نلاحظ تأثر كبير بين الأندية الأوروبية بسبب الإصابات التي تصيب اللاعبين. الظاهرة دي زادت في الفترة الأخيرة ووصلت لأعلى مستوياتها في التوقف الدولي، حيث ضربت أندية كبيرة مثل نادي ريال مدريد وبرشلونة وأرسنال بأزمة الإصابات. توصلت ظاهرة الإصابات التي ضربت لاعبي كرة القدم في الأمم الأوروبية، خاصة بأن الأمر وصل لحد مرعب بسبب ضغط المباريات ما بين الأندية والمنتخبات. وأظهر توقف شهر سبتمبر معاناة للغريمين برشلونة ونادي ريال مدريد من الإصابات بشكل مرعب خلال التدريبات والمباريات المنتخبية. وعانى نادي ريال مدريد من 5 إصابات قاسية للفريق، أكيد طبعا سوف تأثر على الفريق بشكل كامل. كما ضربت أيضا إصابات نجمي برشلونة لوبيز ولياو. أما ضحايا نادي ريال مدريد في فترة التوقف الدولي، حيث تسببت فترة التوقف الدولي أزمة كبيرة لنادي ريال مدريد واللي ضربت الإصابة لأكثر من 5 لاعبين، طبعا في مقدمتهم إدريان ميليتاو البرازيلي، وده عانى من إصابة عضلية في تدريبات المنتخب البرازيلي، وده هيغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام بس. واللاعب الثاني دينيس سيبايوس واللي تعرض لإصابة عضلية أيضا، وده هيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع. وكمان شفنا اللاعبين الفرنسيين ميندي وتشاوميني، ودول غادروا بدري في منتخب فرنسا، ودول هيكونوا على اتم الاستعداد بعد التوقف الدولي على طول، وهيلعبوا في نادي ريال مدريد على طول. اما اللاعب الخامس وهو اردا جولر، وده لاعب وسط منتخب تركي واللي تعرض لاصابه عضليه برضه في مباراه تركيا ويلز في دوري الامم الاوروبيه، وده عانى من لاعب في كدمه في قدمه، وده خلى نادي ريال مدريد قلقان طبعا. اما على ضحايا برشلونه في التوقف الدولي هم لاعبين تعرض برشلونه ضربه قويه برضك بسبب التوقف الدولي بتعرضه لاعب بالوسط لوبيز، وده هيغيب عن الملاعب لمده 3 أسابيع، وده تعرض للإصابة في منتخب بلاده لسن 21 في التدريبات. وعانى أيضا اللاعب برشلونة الثاني داني ألفيش، لاعب وسط برشلونة ومنتخب أسبانيا، وده أيضا تعرض في تدريبات منتخب أسبانيا الفريق الأول، وتعرض للإصابة دي قبل مواجهة سويسرا في الأمم الأوروبية، وده كمان هيكون جاهز لمباراة جيرونا المقبلة أمام برشلونة وبالتحديد يوم الأحد القادم. أما ضحايا أرسنال في التوقف الدولي وهو كلافي لاعب نادي أرسنال، وده تعرض لإصابة قوية أمام فرنسا، وده هيعود لأرسنال ليتم تحديد مدة غيابه عن الملاعب كم يوم أو كم أسبوع، لسه محدش عارف. وبناء على هذه الإصابات الكبيرة بيظهر لنا بوضوح التوقف الدولي على الأندية الأوروبية الكبيرة، وبيزيد قلق على مدى تأثر الإصابات للفريق، وهل ده هيأثر على اللاعبين في الفترة القادمة أم لا؟ نأمل طبعا أن يتعافى جميع اللاعبين من الإصابات. وده كان كل التفاصيل. لو عجبك الفيديو تنزل دلوقتي وتدوس لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان نتوصل بالمزيد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.